الحمد لله الذي لا يبقى إلا وجهه ولا يدوم إلا ملكه، توحد بالبقاء وتفرد بالعظامة والثناء، وخلق الخلق للموت والفناء. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عليك سلام الله يا أسقم ابن سوير، أنت من أحزاب سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأمته. أسكنك الله بكرامه مرافي جنتي، وتخمدك الله بلطف ملابس الرحمة. ألا وإن الموت مكتوب على شريف والوضيع والعاصي والمطيع، لا ينجو منه ملك مقرب مع قربه، ولا نبي مرسل مع علو درجته ورفعته. خرجت من دار دنيا دنية ووصلت إلى دار العقبى الأبدية، رحلت من دار المحنة والغرور والفناء ووصلت إلى دار النعمة والسرور والبقاء. فهذا أول منزلك من منازل الآخرة، وآخر منزلك من منازل الدنيا الفانية. فالآن قد ينزل عليك الملكان المقربان من ملائكة الرحمن، فلا تخف منهما ولا تحزن عنهما، فإنهما عبدان مأموران بأمر الرحمن، سائلان عنك قائلان لك: من ربك ومن نبيك وما دينك وما إيمانك وما قبلتك ومن إخوتك ومن أخواتك؟ فقل في جوابها بقول صريح وقلب شريح ولسان فصيح: الله ربي خالق الأشياء، محمد النبي خاتم الأنبياء، والإسلام ديني، والقرآن إيمان، والكعبة القبلة، والمؤمنون إخوتي والمؤمنات أخواتي. واذكر العهد الذي كنت عليه في دار الدنيا، وهي كلمة الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا رزقا ابن سوي، قل لا إله إلا الله وقل ربي الله وديني الإسلام ومحمد النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء. يا رزقا ابن سوي، قل لا إله إلا الله وقل ربي الله وديني الإسلام ومحمد النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء. يا رزقا ابن سوي، قل لا إله إلا الله وقل ربي الله وديني الإسلام ومحمد النبي عليه الصلاة والسلام. Allah